الكشافة الإسلامية الجزائرية منظمة تربوية، منظمة عريقة. إذا حبينا نتكلم على تاريخ تأسيسها، رأت يعني نشأتها في 35-36 بمبادرة من شاب رحمه الله مات شهيد، هو محمد بوراس. بعد مرور 100 سنة على احتلال فرنسا للجزائر، سيطر المعمرون على الجزائر وخيراتها، وأصبحوا أسيادا مهيمنين على البلاد وثرواتها. أما الجزائريون فأصبحوا مهمشين في بلادهم، الفقر ينهشهم والبطالة ترمي بهم إلى الشوارع. وما زاد الجرح ألما وتعفنا احتفال الفرنسيين بالذكرى المئوية لاحتلال الجزائر. في الجزائر السبة هي النهضة اللي عاشتها البلاد، وخاصة الذكرى المئوية سنة 1930 اللي فرنسا حبت تعطيها يعني صبغة أرخ، يعني هذه الذكرى هذه باحتلال الجزائر. احتلال الجزائر 1930. واش عملت فرنسا؟ جابت جنود الجيش ديالها من فرنسا، وجابت جماعة كبيرة آلاف من الشبان المنخرطين في الكشافة الفرنسية، وعملوا تظاهرات كثيرة في الجزائر. الشيء اللي أثر بصفة خاصة في الاحتفالات هذوك هي لا ميس، لا غران ميس اللي داروها في الستاد نتاع سانت-أوجين نتاع بولوغين. رجال الدين المسيحيين فرحانين يعني بدخول المسيحية الأرض الجزائر، وكان عندهم يعني إرادة باش يقلعوا الإسلام من بلاده. الاحتفالات العسكرية ذكروا في الشبيبة الهازمة، ويعني هاد الميلونج هذا رد فعل الأول نتاع ديني، رد فعل ثاني النوع السياسي اللي خلق في عند بزاف الجزائريين يعني إرادة باش يكونوا شبيبة جديدة. وهذا الشيء اللي يعني أثر على الجزائريين، وفاقوا بأن الكشافة منظمة تربوية شبابية، علاش ما ينظموش حتى هما منظمة كشفية. محمد بوراس 35 عمل مشروع قانون أساسي قدمه للحكومة. في 36 محمد بوراس أنشأ أول فوج سماه بالكشافة الإسلامية الجزائرية، هو فوج الفلاح، ومقره في نهج مارينغو سابقا القصبة في قسنطينة. الأفواج الأولى ديال الكشافات أسست ثم، منها فوج الصباح والرجاء، يذكرها الشيخ بن باديس في النشيد المعروف: شعب الجزائر مسلمون وإلى العروبة ينتسب. بعد يقول: يا نشأ أنت رجاؤنا. هذاك الرجاء هو فوج كشافة. وبك الصباح قد اقترب، كذلك فوج كشافة ديال الصباح. هذه تدينا للشيخ بن باديس رحمه الله، اللي يقولوا شجع تأسيس الكشافة الإسلامية الجزائرية. الكشافة ميدان لتربية الأجيال في عقولها وفي أخلاقها وفي أبدانها، فلذلك اهتم علماؤنا على رأسهم ابن باديس بالكشافة. بعد ظهور الأفواج الكشفية في العديد من المدن الجزائرية، فكر محمد بوراس صاحب أول فوج كشفية الفلاح في تأسيس جامعة الكشافة الإسلامية،
وكان أول تجمع كشفي إسلامي بالحراش في جويلية 1939 تحت شعار الإسلام ديننا، العربية لغتنا، والجزائر وطننا. حضر التجمع كل الأفواج الكشفية من مختلف مناطق الوطن، وخرج بأول قيادة للكشافة الإسلامية على مستوى القطر الوطني برئاسة محمد بوراس ونيابة محمد لاغا. أما الأمانة العامة فقد أسندت إلى مادة محمد ونيابة الطاهر تيجيني. هو مؤتمر نتاع توحيد ونتاع يعني بعث الحركة الكشفية في كل الجزائر، وما فيش كان عنده أثر كبير في تطور الحركة الكشفية فيما بعد. مليانة مدينة جميلة ذات موقع رائع وجمال خلاب، تقع بجنوب الغربي للعاصمة على بعد 119 كيلومتر. ورغم صغر هذه المدينة إلا أنها مدينة تاريخية عريقة، وهي معروفة برجالها ومعالمها، منها مقام محمد بن يوسف الملياني، وهو من أهم المباني التاريخية بمليانة، ومصنع أسلحة الأمير عبد القادر الذي قال فيه الأمير: كنت أملك مصنعا للأسلحة بمليانة. بهذه المدينة ولد وترعرع أبو الكشافة الإسلامية محمد بوراس، درس بمدارسها وعمل حسب البعض في مناجمها. كما لا ننسى أن علي عمار المدعو علي لابوانت بطل معركة الجزائر هو ابن هذه المدينة. هذا الدار كانت تاع الشيخ تاع بابانا الوليد، وكانوا عايشين معاه ولاده، منهم الشهيد محمد بوراس. كان يقرأ في المدرسة العربي التبسي، راح حتى ل 24. من بعد انتقل مع العائلة إلى الجزائر العاصمة القصبة. تزوج سنة 1929 وأنجب 6 أطفال. كان إنسان بسيط متدين شجاع ذكي ذو شخصية قوية، رياضي، لعب في المولودية في كرة القدم. كان يحضر أيضا دروس شيوخ جمعية العلماء المسلمين الجزائريين كطيب العقبي، الشيخ عبد الحميد بن باديس، الإبراهيمي، العيد الخليفة. كان رحمهم الله كان له احتكاك كبير معهم. وبالنسبة لمعاملته معنا كان كأب وأخ في نفس الوقت. تربيت عنده، ربنا على طاعة الله، علمنا وشجعنا على الدراسة حتى أتاه اليقين. بداية المشوار التعليمي لمحمد بوراس كان من هنا، من هذه المدرسة، مدرسة العربي تبسي بمليانة. هذه قاعة محمد بوراس رحمه الله، قراها سنة 1914 حتى 1924. زي في 26 ابريل 1908 ابن محمد، وتحصل على الشهادة الابتدائية 29/5/24، وتخرج من المدرسة في 30/6/24. كان مصاحبه صدق الفول. متحف مليانة، هذه البناية ذات الهندسة العربية الإسلامية، هو ذاكرة هذه المدينة بما يحتويه من أرشيف يؤرخ للمدينة ولرجالها. محمد بوراس موجود بهذا المتحف بصوره وبخط يده وبالوثائق والأرشيف الخاصة به وبالحركة. إن الزائر لهذا المتحف يجد فيه المنهاج التربوي الديني والوطني الذي وضعه محمد بوراس للكشافة، كما يجد رسالة الاستقالة التي قدمها لصديقها الصادق الفول من رئاسة جمعية الكشافة الإسلامية الجزائرية قبل إعدامه بأيام.